بسم الله والصلاة على رسول الله. أهلا بكم في مطبخكم. اليوم حنديرو البراج للمبتدئات خطوة بخطوة. أول حاجة هنا عندي الغرس منقياتو ومفوراتو، نحتاج إلى سمن ونحتاج إلى مزهر، ندير عليه مغرف تاع أكل تاع سمن طري، ونبدا نزيدلو في المزهر شيء فشيء ونبدا نعجن فيه. بالنسبة لاباط نحتاج إلى سميد مويان، نحتاج إلى سمن دايب وبارد، ومغرف قهوة تاع ملح وشوية تاع الزيت. فوالا الغرس تاعي خدمته ولا طري هايل. ونحتاج إلى مشربة نعبرو بها. في قصعة نحطو هداك الملح تاعنا وهداك مشربة نبداو نكيلو بها السميد، نديرو كيلة تكون مقبة، هذه الكيلة الأولى، نزيدو الكيلة الدوزيام ونزيدو تخوازيام، نتيا والمقدار اللي تحبيه. ندخلو هداك الملح بيان في السميد تاعنا، نديرو حفرة في الوسط، نحطو هذيك الكيلة تاعنا في الوسط ونديرو فيها السمن 3/4 3/4 ونربو عليه بقالنا نزيدوه زيت. نفرغو هذاك ليدام تاعنا في هذاك السميد ونبدا نخلطو فيه، نحك هذاك ليدام مع السميد بيان بين يدينا حتى يدخل هذاك ليدام في السميد، نغطيه ونخليه يريح. بعد ما ريح لي هذاك السميد ناخذ هذاك العبر اللي عبرت به سميد وليدام نعمرو كومبلي كيلة تاع الماء، ونبدا نضيف بشويه نرش فيه ونطم فيه غير بصبعتيا شغل راني نفتل فيه كيما نديرو المقروط، غير بشويه ندير كاع الكيلة. شوفوا العجينه تاعي كيفاش ولات، جات هايله. ما نعجنوهاش نقعدو نخدمو غير بصبعتينا باش البراج تاوعنا يجونا خفاف. شوفوا كيفاش طمت لي ديجا واجده لاباط تاعي. بالنسبه للغرس تاعنا باش نقدروا نتحكموا فيه وتجينا عمليه سهله، نحطوا كيس بلاستيكي نحطوا فوقه هذاك الغرس تاعنا اللي نقيناه، شوفوا راهو طري، نعاود نغطوه بالكيس بلاستيكي ونحلوه شكل دائري بالحلال باش كي نرفدوه يجينا ساهل بالساشي. نحلوه هكذا، شوفوا قد منها الخبزه، ونقدروا نفدوها فاسيلمون بالكيس. نقسموا العجينه تاعنا اون دو، نصف دوكا نحلوه بمساعده الحلال هكا، نخبزو غير بشويه بلا ما نعجنوا العجينه تاعنا باش تقعد طريه. نحلوها هكذا بالحلال، فوالا بهذا الشكل قد الغرس تاعنا. دوكا بمساعدة هذاك البلاستيك شوفوا نقلبو جو نديرو كل برية نقلبو، فوالا هكذا وهكذا نحطوه على وجه تاع الخبزة. شوفوا جانا فاسيلمون بلا ما تقطع لنا الغرس. هذا يا استيس للمبتدئات. شوفوا نحي هذاك الكيس بلاستيكي، نعاود نسقم الخبزه تاعي نسويها كاع، ندير كاع الغرس من الفوق. شوفوا الغرس تاعي خدمته هايل، وين كاين زياده نقص ونديروه في بلاصه اللي في ما فيهاش الغرس. ودوكا بالنسبه لاباط اللي بقات لي شوفوا ما عجنتهاش خليتها هكاك، نبدا نحط فوقها فوق هذيك الخبزه، نعمر كاع في الاطراف اللي ما كانش هكذا غير بشويه، ونعمر هذوك الفراغات هكذا. وين ما كاش لاباط
ندير ونبدا نسقم فيها غير بشويه بيدي، دوك تولي خبزه. فوالا شوفوا لاباط تاعي هايله. نسقم بيدي مليح، ما تخافيش كاع لاباط هكذا تمسحيها من الفوقه تجيكم ساهله. نعاود نحط فوقه هذاك الكيس بلاستيكي باش نحيو هذوك الشقاق اللي بقاو لنا، وميم طون ما يبقاش فيها لي تخاص تاع اليدين، تجي ممسوحه هكذا بالحلال. ميم طون نرقوا في الخبزه تاعنا ما نخلوهاش خشينه غير بالعقل. شوفوا راح تلقى لي تخاص تاع اليدين. بعد ما رققت الخبزه تاعي ما نديرهاش رقيقه بزاف، واحد 1 سنتيمتر، نقطعها قبل بالطول، ومن بعد نبدا نديرها هكا على شكل براج. فوالا نسقمهم بيان بالموس الاطراف تاعها، وندير هكذا نرفدها بالموس من تحتها باش ما العجينه ما تقعد ليش، المورسو اللي تخسر لي نسقمها عادي. فوالا ونحطهم في السنيوه، نكمل كاع العمليه. هذا هو الشكل تاعها. شوفوا كي نقرب لكم الحبه، شوفوا فوالا. الوقت اللي كنت نقطع فيه في البراج نشعلوا الطابونه تاعنا ونحطوا الطاجين يسخن. انا جو بريفير طاجين تاع الطين، نحطوا فيه البراج تاعنا حتى ينشفونا من الفوق باش نقلبوهم، وباستعمال هذيك الحطبه نبداو نزيروا عليهم. وكل ما نطيب حبه نحطها في الطبق هكذا حتى نكمل كاع الحبات تاوعي يجوا بيان دوغي. وبلا ما ننساو نطيبوهم على نار متوسطه باش طيبي العجينه تاعي من الداخل. هذا هو الشكل النهائي تاعهم. بألف صحه. سلام.